يلا بينا في الفيديو ده نعمل مع بعض المافن الحادق. سهل ولذيذ ومش بياخد اي وقت في التحضير، وهينفع جدا ان هو يتشال في الفريزر. ينفع بقى في اللانش بوكس او ينفع في الفطار او عشاء سريع. عشان نعمله هنحتاج بيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنضيف عليهم نص كوباية من اللبن، واللبن طبعا يكون بدرجة حرارة الغرفة. وكمان هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزبادي أو اللي هي العلبة الصغيرة اللي حوالي 100 جرام، وضروري نكون مخرجينها من التلاجة قبل ما نستخدمها بنص ساعة أو ساعة. هنقلب كل المكونات كده مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم ربع كوباية من الزيت، يعني 50 جرام. وهنقلبهم مع بعض كويس لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض كده. وكده خليط السوائل بتاعنا بقى جاهز. هنضيف عليه بقية المكونات. معانا كوباية ونص من الجبنة، ممكن تبقى جبنة موتزاريلا أو شيدر، أو كمان ممكن نضيف عليهم جبنة رومي. المهم يبقوا عاملين حوالي 150 جرام، وممكن نزودهم ل 200 جرام. وهنضيف عليهم كوبايتين من الدقيق، يعني 250 جرام، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 10 جرام. هنقلب البيكنج باودر مع الدقيق كده شوية، وبعد كده هنقلب كل المكونات كده مع بعض. الخليط بتاع المافن بيبقى خليط تقيل شوية، ما بيبقاش سايل زي الكيك. يفضل في المرحلة دي ان احنا نستخدم المعلقة عشان نعرف نخلطهم كويس. كده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز. هنضيف بقى عليه بقية الإضافات التانية. هضيف عليه فلفل ألوان، هنا أنا هضيف الأحمر والأصفر، ممكن كمان لو في فلفل أخضر نضيف، هيبقى حلو قوي. وهضيف معلقة صغيرة من الزعتر، والمفروض كمان نضيف نص كوباية من الزيتون في العجينة. بس أنا عشان عندي ما بيحبوش الزيتون كتير قوي، فأنا مش هضيفه في العجينة. هضيف حاجات بسيطة كده على الوش. كمان حاجات تانية ممكن تضيف طعم حلو قوي لو ضفنا لانشون او سلامي او تركي كده، نقطعهم ونحطهم في العجينه. انا هنا حطيت ورق الكب كيك في الصينيه، بس انتوا ممكن تدهنوا عادي الصينيه بزيت وتعفروها بشويه دقيق وخلاص، ما تستخدموش يعني ورق الكب كيك. في الحالتين هينفع. بعد كده هنملى بقى كل الورق لغاية 3 ارباع او لغاية 90% من الورقة كده. هيعمل معانا المقدار ده 12 واحدة. ولو عملناها بس 3 ارباع الورقة هيعمل معانا ممكن 14 واحدة كمان. بعد ما مليناهم كلهم هنظبط الشكل كده من فوق، وبعد كده هنضيف عليهم الاضافات اللي احنا عايزينها من فوق. انا هضيف شوية من الفلفل وشوية من الزيتون كده على الوش. ممكن كمان نضيف شوية جبنة على الوش. ممكن نضيف رشة من البابريكا على الوش كمان، بتدي لون وطعم حلو. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن على 180 عشان تسخن كويس قبل ما ندخل الصينية. بندخلها في الرف الوسطاني، بتاخد تقريبا من 20 ل 30 دقيقة، وطبعا الوقت بيختلف حسب الفرن، بس هي في المتوسط بتاخد تقريبا حوالي 25 دقيقة. وده شكلها بعد ما خرجت. ممكن تفتحوا في الآخر الشواية دقيقتين كده عشان تاخد لون من فوق لو تحبوا. لو عايزين طبعا تحفظوها في الفريزر هنستنى لغاية ما تبرد تماما، وبعد كده نحطها في أكياس ونشيلها في الفريزر. اوعوا تشيلوها وهي دافية أو تحطوها على بعض وهي دافية عشان ما تعرقش، ويفضل نشيلها من الصينية ونحطها على شبكة لغاية ما تبرد خالص. مش قادرة اوصف لكم بقى ريحتها كانت عاملة ازاي، وبجد طعمها لذيذ جدا وهتعجب الأولاد. والقوام بتاعها بيبقى طري كده زي ما انتوا شايفين، يعني ما بتبقاش ناشفة، فبيبقى سهل قوي في الأكل. شايفين بقى شكلها من جوه مفرغة كده وهشة جدا، مش مكتومة، بجد لذيذة قوي. وطبعا كل ما هنضيف حاجات تانية، الزيتون او اللانشون او الحاجات دي، هيبقى مدي ألوان وطعم أحلى كمان. وزي ما عودتكم هتلاقوا المقادير بالتفصيل بالكوب وبالجرام موجودة في التعليقات تحت الفيديو لو بتتفرجوا على الفيسبوك، أو في صندوق الوصف لو بتتفرجوا على اليوتيوب. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.